في عالم بيقيس الجمال بالفلتر وعدد اللايكس، بقينا بنجري ورا صورة مثالية مش حقيقية. ليه بقينا بنشوف نفسنا أقل؟ وليه أغلب البنات حاسين إنهم لازم يكونوا بيرفكت عشان يتقبلوا نفسهم؟ في البودكاست ده هنفتح الكلام عن هوس الكمال، تأثير شركات التجميل علينا، وهنسأل السؤال المهم: مين اللي حط المقاييس دي وليه احنا ماشيين وراها؟ أول حاجة لازم نعرفها، الكمال مش حقيقي. الصورة اللي بتشوفيها على الانستجرام، البنت اللي بشرتها زجاجية، وسطها قد النملة، وشعرها دايما بيبرق، دي مش الصورة العادية. دي نتيجة فلتر، تعديل إضاءة، فوتوشوب، تكرار المحاولة 20 مرة عشان تطلع بالشكل ده. المخ بيترجم كل الصور اللي بتشوفيها، حتى لو انتي عارفة انها مش واقعية، كأنها مرجع. ودي دراسة عملوها في جامعة ستانفورد، بيقولوا ان التعرض المستمر للصور المثالية بيخلي العقل يبني توقعات مش واقعية ابدا لنفسه. يعني ببساطة انتي بتحاسبي نفسك على صور متفبركة، وبتقولي انا مش كفاية، بس الحقيقة مفيش حد كفاية في عالم الكمال المزيف. تعالي نفكر سوا كده، شركات التجميل بتبيع ايه؟ كريم؟ ماسك؟ الحقيقة لأ، هما بيبيعوا الإحساس إن في حاجة ناقصة عندك، وإن الحل معاهم هما. تعرفي إن في حاجة اسمها إن هما بيخترعولك مشاكل مش موجودة أصلا؟ يعني فجأة كل البنات بقى بتدور على كريم مسام الأنف، مع إنها حاجة طبيعية جدا. فجأة شعرنا بقى عادي مش بيلمع كفاية، وبقينا بنشتري زيت وسيرم وكريم وبلسم، كل ده مخصوص عشان بس أطراف الشعر. شركات التجميل بتستثمر مليارات عشان يخلوك تحسي إنك محتاجة تشتري. دراسة من هارفارد بيزنس ريفيو قالت إن الإعلانات اللي بتربط الجمال بالقبول الاجتماعي والنجاح بتخلي البنات أكتر عرضة لفقدان الثقة بالنفس. يعني انتي مش محتاجة منتج، انتي محتاجة ترتاحي من الإحساس إنك دايما مش كفاية. في سؤال لازم نسأله لنفسنا دايما: ليه أغلب المنتجات موجهة للبنات؟ وليه دايما الضغط علينا احنا؟ لأن البنات هم اللي بيثقوا بسرعة، وهم كمان اللي دايما عايزين يحسوا انهم حلوين، فبقينا هدف سهل جدا ان هم يأثروا فينا ويستغلونا ويستغلوا نفسيتنا وفلوسنا كمان. عشان كده لازم نكون واعيين اكتر من كده. الضغط ده مش بسيط، هو مش بس خلانا نشتري المنتجات، ده خلانا نكره نفسنا في المراية. كتير من البنات بيصابوا بشعور بيخلي الإنسان يشوف جسمه بصورة مش حقيقية، ويكون دايما شايف نفسه أسوأ مما هو عليه في الحقيقة. في كمان اضطرابات أكل زي البوليميا وغيرها، بتبدأ بإحساس بسيط إنك مش راضية عن جسمك، وتنتهي بضرر جسدي ونفسي كبير جدا. كل ده بيجي منين؟ من الإعلانات، من الانفلونسرز، من الممثلات اللي طول الوقت شكلهم بيرفكت، من المجتمع اللي بيشوف الجمال كأنه إنجاز. أيوة، كل ده. الحقيقة ان الاهتمام بنفسك مش لازم يكون معناه ان عندك 200 منتج، بالعكس. الروتين البسيط خالص هو اكتر روتين صحي. يعني مثلا 4 منتجات بس للبشرة، في الحقيقة هم كافيين جدا، ويعني كفاية جدا ان هم يخلوكي كويسة وشكلك حلو وبشرتك جميلة كمان. 4 منتجات بس زي غسول مناسب لنوع بشرتك، مرطب كويس جدا مناسب برضو لنوع بشرتك، واقي شمس، وسيرم بسيط لو انتي بتحبي تعززي بحاجة معينة، مثلا سيرم تفتيح، سيرم للتجاعيد او غيره. وعلى فكرة كمان خطوة السيرم دي مش اساسية، بس لو انتي حابة تزوديها بسيرم يرضيلك مثلا حاجة انتي عايزة تعالجيها او غيره، مفيش مشاكل خالص. لكن الثلاث حاجات اللي فعلا اساسيين هما الغسول يناسب نوع بشرتك، مرطب كويس، واقي شمس. ده بالنسبة للبشرة. بالنسبة للشعر فأكيد شامبو والبلسم وحمام كريم، انتي حرفيا مش محتاجة اكتر من كده. وطبعا زيت كويس يكون مناسب لشعرك، او سيرم كويس مناسب لشعرك، ده من ناحية الترطيب. ده كل السكين كير الاساسي اللي انتي محتاجاه عشان تكوني بتهتمي بنفسك حرفيا. كل ما المنتجات كانت اقل، كل ما بشرتك ارتاحت اكتر، كل ما هتوفري وقت وفلوس، اهم كل ما هيكون في راحة نفسية اكتر كمان.
الموضوع مش مش لازم يكون عندك ارفف مليانة عشان تحسي انك مهتمة بنفسك وماشية مع الترند، وان كل البنات كده وان ده بقى العادي. لا يا جماعة، ده مش العادي. لو بتاكلي اكل صحي وبتنامي كويس وبتشربي مية وبتستخدمي المنتجات الاساسية اللي انا قلتلك عليها دي، فانت كده already enough. ممكن نزود كمان كريم مرطب للجسم، بودي سبلاش او برفيوم بتحبيه. وطبعا ممكن نستخدم صابونة دوف بريحة الرمان او اي ريحة انت بتحبيها، ده للجسم. او شاور جل كويس بتحبي ريحته برضو للجسم. دي كل المنتجات اللي انت محتاجاها تقريبا، او اغلبها يعني، او المنتجات اللي نقدر نقول عليها اساسية للاهتمام بنفسك ونظافتك الشخصية. طبعا مزيل العرق ده اساسي. هقولك على حاجة، انت حلوة وانت مرتاحة، مش حلوة وانت بتحاولي تبقي نسخة من حد. ومفيش منتج هيخليكي تحبي نفسك، الحب بيبدأ من جوه. ولو في حاجة هتاخديها معاكي من الحلقة دي، فخدي الجملة دي: انتي مش مشروع لازم يتصلح، انتي انسانة تستحق ان هي ترتاح وتكون بتحب نفسها زي ما هي، وتهتم بنفسها وبتدلعها في حدود المعقول، مش في حدود الهوس. وشكرا انك سمعتي للآخر. لو الحلقة دي لمستك ولمست قلبك، ياريت تشاركيها مع اي بنت محتاجة تفتكر انها كفاية زي ما هي، وتفتكر ان فعلا المنتجات مش بكترها، وان ده كله وشغل شركات تجميل بتستغل غريزة البنت في الاعتناء بنفسها لتحقيق هم نجاحهم المادي، وان هم يبقوا بزنس كبير وغيره، كل ده على حسابنا احنا وعلى حساب نفسيتنا. شكرا ليكي. بودكاست بنوتة.